انا حسابي في الانستغرام في تقريبا 3000 بوست. الفيديو اللي بنزله الحين هذا انا اشوفه اهم فيديو ممكن راح انزله في حياتي. الكلام اللي بقوله لكم لا تسمعوا بذنكم بس، اسمع بذنك وعقلك وقلبك. الفيديو يمكن راح يكون طويل ولكن اسمع للآخر. هذا الكلام ابغي يسمعه كل حد، كل انسان عنده مشاكل في البيت ويفكر بالطلاق، لأن الكلام اللي بقوله لكم هذا كلام أغلب الناس اللي مطلقين. يقول لي الرجال البارحة، يقول سيف أنا متزوج وعندي عيال وعندي مشاكل مع زوجتي، وصلت للطلاق تطلقنا ولكن بدت حرب ثانية في المحاكم لمدة 4 أو 5 سنوات. حضانة الأطفال، النفقة وتربية العيال على أي شيء كنا نتلاقى ونتحارب في المحكمة قدام الناس. تعبت نفسيا، تعبت ماديا، أرهقت، تعبت ذهنيا، تعبت بدنيا، ما أحس بطعم الراحة، متشتت، ما أنام، ما أكل عدل، والسبة اللي صار فيني بعد الطلاق. يقول قعدت مع نفسي لحظة إدراك مثل ما يقولون وفكرت. يقول استرجعت حياتي ما قبل الطلاق. يقول صح كان في مشاكل ولكن كان في لحظات جميلة والله ما تنسي، ولكن نحن ركزنا على المشاكل. يقول قارنت بوضعي الحالي بوضعي ما قبل الطلاق. يقول قسما بالله اني انا كنت عايش في جنات الزمان لما كنت مع عيالي بالرغم من المشاكل. يقول اكتشفت ان مشاكلنا كانت عادية وهاي المشاكل كانت في كل بيت، لكن سالفة العناد والكلام عن الكرامة اللي نسمعها من الناس والتلفزيونات هي اللي دمرت حياتنا. يقول اتصلت فيني ام العيال، كانت تسألني شيء فيما يخص مدارس العيال. رديت عليها قلت لها شوفي يا بنت الناس انا تعبت ومليت من هالوضع وخلاص وصلت لمرحلة مالي بارض لأي شيء. تفاجأت انها انفجرت بالبكاء وانهارت. يقول لما كانت في ذمتي امها توفت ما صاحت كثر ما صاحت بالتليفون وانا اكلمها. كانت تصيح وتقول نحن غلطنا لما تطلقنا، انت تعاندني وانا عاندك. قرروا انهم يرجعون. الحمد لله انهم رجعوا لبعض وعايشين حياة احسن من الحياة الاولية بوايد. ترى هالموضوع صار له سنين. الكلام هذا انا سمعته من وايدين، سواء ناس قريبين انا اعرفهم او ناس ما اعرفهم، سمعنا سوالفهم من محامين او ناس يعني كانوا في المحاكم. اغلب اللي تطلقوا بعد كم من سنة رجعوا لحريمهم بعد ما اكتشفوا ان قرار الطلاق كان غلط. حرمتها كانت تقول انا كنت راضية بحياتي، صح انه في مشاكل ولكن في بيننا وايد لحظات حلوة وجميلة عشناها مع بعض، ولكن موضوع الكرامة والكلام من الاخطاء اللي صارت. قالت لما كنت اخبر ربيعاتي او خواتي عن بعض من مشاكلنا دائما كانوا يضغطون علي في موضوع الكرامة والريال يصير ويا غيره، اهم شيء كرامتك ومن هذا الكلام. مع انهم هم عايشين معي في البيت لكن كلامهم وايد اثر فيني. وناهيك عن البرامج اللي تطلع بودكاستات او وحده في السوشيال ميديا تتكلم عن الكرامه وخله يولي الريالي غيره، تقول هذا كله كلام فاضي. وهذا الكلام اللي دمر وايد بيوت ناس مستقرين امنين، لكن التدخلات الخارجيه اللي اثرت فينا. هذا الكلام انا البارحه سمعته، ولكن قبل سامع من وايد ناس مطلقين نفس الكلام. قالوا لو شو ما كانت المشاكل بينك وبين الحرمة، لكن وضعك بعد الطلاق راح يكون ألعن، وراح تلعن اليوم اللي طلقت فيه. بتقول لو تميت على وضعي مشاكل. المواقف هذه شو تعلمنا؟ ان الحياة مو مثل المسلسلات اللي نشوفها في التلفزيون طول الوقت كلام غزل وهدايا وضحك بين الزوجين. الحياة الواقعية فيها مشاكل،
وفي نفس الوقت فيها لحظات سعيدة قسم بالله يعني تبكيك من السعادة. ولكن نحن نركز وايد على السلبيات أو على المشاكل. متى نركز على اللحظات السعيدة؟ بعد الطلاق. تطلق، تقعد مع نفسك لحظة إدراك، تتذكر اللحظات الجميلة وتندم، بتقول أنا شو سويت. هذا اللي صار الشخص هذا اللي كلمني وغيره وايدين. هذا واحد. اثنين، الحريم. موضوع سالفة الكرامة والريال، مرات يطلعون حريم في التلفزيون مطلقات، هذيل اللي طبعا نحن ما نعمم، اللي تبى الحرية، اللي تبى تكون حياتها فري ما وراها ولي، هذيل دمرنا بيوت. بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، موضوع الكرامة هذا لا يعني لا تسولفون فيه وايد. انتم في بيت عندكم عيال، لازم في تضحيات. يقول قسم بالله يعني، يقول حرمتي تقول مشاكلنا كانت تافهة وأتفه من التفاهة وتطلقنا. لكن في وقت المشكلة ما كنا نفكر بهالطريقة. بعد ما تطلقنا وذقنا المر والويل، حسينا بنعيم الحياة اللي كنا عايشينها بالرغم من المشاكل اللي بيننا. أغلب المطلقين يقولون هذا الكلام، وأغلب المطلقين ردوا لحريمهم عيالهم بعد سنة سنتين بعد 5 سنوات، لكن رجعوا اكتشفوا ان قرار الطلاق كان غلط.